لو قررت خلاص انت تصور بالموبايل، ففي شويه حاجات لازم تكون واخد بالك منهم عشان تطلع باعلى كواليتي بالموبايل اللي انت بتصور بيه. النصايح اللي انا اقولها لك دلوقتي هي نصايح عامه تنفع معاك في تصوير اي مجال وباي اداه، يعني اذا كنت هتصور بالموبايل او حتى بالكاميرا بعد كده. فحاول دايما تكون النصايح دي في الذاكره عندك. دايما قبل ما تصور تمسح الكاميرا بتاعه الموبايل وتمسحها بالمنديل المخصص للموضوع ده، لان المناديل العاديه مش بتنظف كويس العدسات بتاعه الكاميرات. دايما هتلاقي ان في بقايا لونها ابيض كده ونقط موجوده في العدسه بتاعتك. وخد بالك لو انت شايف ان العدسه بتاعه الكاميرا نظيفه، فتصدقني وانت بتعمل اديت على الصوره وتعمل زوم ان هتلاقي ان في برضو مشاكل او في تراب على العدسه بتاعتك. حاول دايما ان البرايتنس بتاعه شاشه الموبايل تكون عاليه او توصلها للماكس، لانك لما تيجي تظبط الاعدادات بتاعه الصوره اللي بتصورها والاضاءه بتاعتك مثلا منخفضه، هتحس ان الاكسبوجر بتاعتك مش مظبوط. ممكن تبقى شايف ان في حاجه مظلمه عندك في الصوره فتعلي الاضاءه بتاعه التصوير، ولكن هي مش مظلمه، انت بس مقلل البرايتنس بتاع شاشه الموبايل. فدايما وانت بتصور خلي البرايتنس بتاع الشاشه عالي عشان تتاكد ان الاضاءه مظبوطه داخله السنسور الكاميرا. وانت بتصور خصوصا لو بتصور منتجات وقاعد ترتب العناصر عشان انت مركز قوي ان الصوره تطلع بالنسبه لك كويسه جدا، في الوقت ده انت مش محتاج خالص ان حد يقطع تركيزك، وده عن طريق ان هو ممكن يرن عليك بالموبايل او يظهر لك نوتيفيكيشن من اي برنامج سوشيال ميديا. فالحل هنا ان انت تعمل اير بلان مود بحيث ان انت تبقى دايما مركز في الصوره اللي انت بتصورها. رابع حاجه لازم تشغل الجريد لاينز. من اكتر واهم الحاجات عشان تقدر تطلع صوره مظبوطه ومش مايله ان انت تشغل الجريد اللي موجود في الكاميرا. والجريد مهمته ان هو يحافظ لك على تكوين الصوره باستخدام اشهر قاعده في التكوين، وهي قاعده الرول اوف ثيرد او قاعده التتليل. والجريد بيقسم لك الصوره بتاعتك خطين بالطول وخطين بالعرض، بيتقابلوا الخطوط دي في 4 نقاط بيسموهم النقاط القوه، بحيث لو حطيت الاوبجكت ده في اي نقطه فيهم غالبا الصوره تكوينيا هتكون ناجحه جدا. ممكن كمان الجريد ده يساعدك في تصوير اللاندسكيب وتحقق برضو قاعده الرول اوف ثيرد، انت تقسم الصوره بتاعتك تلت وتلتين، تلت مثلا بحر او حاجه وتلتين سما. فبالنسبه لك لو حققت قواعد التكوين في الصوره بتاعتك هتبقى اقوى. ممكن كمان الجريد ده يكون بالنسبه لك جايد عشان يساعدك ان الصوره بتاعتك ما تكونش ولا مايله يمين ولا مايله شمال. على العموم لازم تشغل الجريد في اي نوع تصوير انت بتصوره، هيساعدك جدا جدا ان انت تطلع صوره احترافيه. خامس حاجه هو استخدام اللايت روم كاميرا، وده من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت اللي انت لازم تكون شايفها. مهم البرنامج اللايت روم موبايل ان هو يحول لك الكاميرا بتاعه الموبايل من كاميرا عاديه الى كاميرا احترافيه. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت كاميرا احترافيه يعني انت بتتعامل مع 3 عوامل اساسيه لدخول الاضاءه للسنسور: ايزو، شاتر، وفتحه عدسه. كل ده اتكلمنا عليه بالتفصيل الحلقه اللي فاتت. ده غير كمان ان انت الصور بتاعتك تقدر تصورها بصيغه الرو، يعني مساحه اكبر في التعديل على الصور باستخدام برضو برنامج لايت روم لان هو اصلا برنامج اديتنج. ده اللي هينقلنا للنصيحه الثانيه، وهي ان انت اعمل اديت على الصور بتاعتك. الاديت حاليا مهم جدا في التصوير الفيديو والفوتوغرافيا. مهما اجتهدت في ان انت تطلع صوره بروفيشنال او شكلها كويس جدا، في حاجات كده صغيره ما تقدرش تتحكم فيها في التصوير لازم تظبطها بالاديت. زي ان انت مثلا تعلي اضاءه في منطقه معينه، ان انت تقلل اضاءه في منطقه معينه، تعمل شاربنس للصور، حاجات كتيره جدا جدا برنامج اللايت روم بيعملها. وده طبعا اللي هنتكلم فيه بالتفصيل في حلقات تانية، فتاكد ان انت تعمل لي سبسكرايب. تصوير بلاك اند وايت ممكن ينقل صورك حرفيا في حته تانية. في صور اصلا لما بتتصور وهي الوان بتبقى وحشه، واول ما تقلبها بلاك اند وايت بتبقى ممتازه او حلوه جدا. ولكن لما تيجي تصور صور بلاك اند وايت حاول تدور على منطقه فيها كونتراست كبير ما بين الهايلايت والشادوز. وده برضو اللي هنقلنا النصيحه اللي بعد كده، ان انت لازم تاكسبوز الصوره بتاعتك على الهايلايت. كلمه اكسبوز عموما هشرحها لكم عشان تبقوا عارفينها، لان انا هقولها كتير قوي في الحلقات الجايه. هي معناها تعريض سنسور الكاميرا اذا كانت كاميرا احترافيه او كاميرا الموبايل للاضاءه اللي داخله. يعني لما اقول لك اكسبوز الصوره على الهايلايت معناه ان انت ظبط اضاءتك على المنطقه الهايلايت او المنطقه اللي هي فاتحه قوي في الصوره. يعني لو انت هتصور كادر معين في منطقه فيها هايلايت ومنطقه فيها شادو، حاول تاكسبوز على الهايلايت بحيث ما تفقدش التفاصيل اللي موجوده في المنطقه الفاتحه دي،
لان انت لو ظبطت الصوره على المنطقه الغامقه السنسور بتاع الصوره هيشوف ان المنطقه دي غامقه فهيعلي لك الاضاءه جدا، فبالتالي المنطقه الفاتحه هتعلي اضاءتها وتفقد كل التفاصيل اللي فيها، وده اللي من خلاله هينتج فكره الكونتراست في الصوره. وعلى فكره الصور اللي فيها كونتراست كتير ده عامل من عوامل التكوين الناجح. لو استخدمت قاعده الكونتراست في التكوين مع تصوير البلاك اند وايت مع الاكسبوز على الهايلايت هتلاقي في الاخر تجميعه كده الصوره طالعه ان شاء الله حلوه باذن الله. النصيحه اللي بعد كده هي انك تاخد وقتك في التصوير، ما تستعجلش. يعني دايما في بدايه الناس لما تيجي تصور بننصحهم دايما ان هم يصوروا على طول، يصوروا في اي حاجه، يصوروا في اي وقت، يصوروا حتى اي حاجه قدامهم، وده بيساعد ان الناس تتعود على التصوير ويبقى الموضوع سريع بالنسبه لها. ولكن بعد وقت او لما توصل لمرحله معينه بننصح الناس دايما ان انت تفكر كتير وتصور قليل، عكس اللي احنا كنا بنقوله زمان ان انت صور كتير وفكر قليل. فكره ان انت تقعد تفكر في الكادر اللي انت عايز تصوره وتتعب عليه شويه وتصور قليل في الاخر هيديك احترافيه في اختيار الكادر بتاعك او في اختيار الصوره اللي انت عايز تصورها. ففكر كتير وصور قليل. عاشر واخر نصيحه ان انت تتابع السلسله اللي انا بقدمها دي، لان لسه في كتير وكتير قوي ما اتكلمناش فيه. خد بالك احنا لسه ما مسكناش موبايل وصورنا، كل اللي انا بعمله في الحلقات دي ان انا بحاول ااهلك او بعودك ان انت اول ما تمسك الموبايل بتاعك تطلع صوره احترافيه بدون ما تحس ان انت بتتعب قوي عشان تطلع الصوره دي. بس كده الحلقه خلصت، اتمنى تكون عجبتك واستفدت، وما تنساش الحلقه الجايه اللي هي الحلقه الرابعه يوم السبت الساعه 7 هنتكلم فيها عن فروقات ما بين تصوير بالكاميرا الاحترافيه والتصوير بالموبايل. هلا مهتم بقى اعمل سبسكرايب بالقناه، مستنيك يوم السبت الجاي. سلام.